يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل طعمية بيتي حلوة جدا، نظيفة، مضمونة. معمولة ازاي؟ هنعملها سادة ومحشية جبنة. هنحتاج نص كيلو الفول بتاع الطعمية، من قبلها بيوم ننقعه. هنحط عليه بصلاية كبيرة وبصلتين خضر بالعروق بتاعتهم وخمس فصوص توم. والكمية دي هنحتاج لها بولة خضرة محشي، وهنحتاج لها مج ميه. المج الميه هنستعمله واحنا بنفرمها. هنحط لها ملح وكمون وكزبره، اللي عايز شطه يحط. هنقلب المكونات دي. طبعا لما نقعناها من قبلها بيوم بقت سهله واحنا بنفرمها. كل حبه هنحطهم هنحط معاهم شويه ميه من مج الميه اللي احنا محضرينه. كده انا فرمتها كلها، مش هتحتاج اي حاجه وانتوا بتقلوها. اللي عايز يقليها كده ساده، اللي عايز يحشيها جبنه، في ناس بتحبها بالبسطرمه، الحشو بتاع الثوم والشطه زي ما انتوا عايزين. انا بحبها بالجبنه دي، جبنه مثلثات وانا مقطعاها. بس بنعملها باي شكل انتوا عايزينه، وبعد كده هنقليها في زيت سخن. فعملت جزء ساده وجزء بالجبنه. طبعا كفايه طعمها ونظافتها. كده انا خلصتها. ميرسي جدا على متابعتكم، يا رب اكون عجبتكم. اذا عجبكم الفيديو نشترك في القناه ونفعل الجرس. ميرسي.